في عالم مليان بالمغامرين اللي ما بيكونش بطل اسطوري مصيره بيضيع في الزحمه. بطلنا مغامر قوي عنده 29 سنه، سنين بيحارب لوحده وعايش على الهامش، ولا عنده شهره ولا القاب ولا قوه سحريه، بس عنده قلب قوي وخبره اتبنت بالدم والتعب. ده مش انمي عن طفل عبقري ولا بطل خارق، ده انمي عن راجل شاف كتير في حياته واتكسر واتدمر اكتر من اي حد تاني، بس برغم كل ده لسه واقف على رجليه، وكل يوم هادي ممكن يتقلب لجحيم. وفي عالم ما بيعترفش غير بالاقوياء، الهادي ده ممكن يكون اخطر واحد فيهم. استعد لحكايه مختلفه، حكايه مغامر مختلف عن الباقي. الانمي ده هيخليك تعيد حساباتك وهتسال هو مين البطل فعلا. فمن غير ما اطول عليك انزل اعمل لايك للفيديو دلوقتي ووصلوا لي 5000 لايك في اول يوم، وجمعه مباركه عليك يا اسطوره، واشترك في القناه عشان فاضل تك على 150000. ومن غير ما اطول عليك يلا بينا نبدا الحكايه. بتبدأ الحكاية في الغابة وسط الظلام، وبيظهر ذئب ضخم بيجري ورا عيل صغير، والواد مصفي دماغه وبينزف والدم مغرق وشه، وبيتحرك بسرعة قبل ما الذئب يهجم عليه، وبيقرر مرة واحدة يقف قدامه وبيهجم عليه بالماسورة الحديد. بس الذئب بيكون أقوى منه بكتير ومش بيتأثر خالص بالضربة بتاعته، وبيكون متعصب جدا وهيسوي الواد على نار هادية، بس أول ما بيقرب منه بيموت على طول. والواد الصغير كان مخبي خنجر ضربه بيه، وبعدها بيقع على الأرض من كتر التعب وبياخد نفسه أخيرا، وبيرجع قريته الفقيرة بعد ما اتدمرت، وده بسبب الحرب الاهليه اللي حصل بسبب الجوع وقله الاكل. وبيكون الواد ده هو بطلنا جيمي، ولد يتيم اتولد من غير ما يعرف اهله مين، وفضل عايش طول طفولته بيحاول ينجو من الموت، وكل يوم بيحارب بس عشان يعرف يعيش، وبيخاطر بحياته كل يوم عشان بس اللقمه، وبيتمنى انه يبقى اقوى من كده ويلاقي اكل نضيف، لحد ما بيكبر اخيرا وبيتحول لمغامر قوي جدا، وبيبني حياه خاصه بيه وبيحقق امنيته اخيرا. ودلوقتي بطلنا عنده 29 سنه وبقى عنده بيت ملك في القريه، واول ما بيوصل بيصطبح بوش الجده كيتي. انا مش عارف ازاي كيتو في السن ده بس مشيها معايا، وبتقول له مالك يا جيمي شايل طاجن ستك ليه؟ وجيمي بيقول لها انا زي الفل يا تيتا، انت طمنيني عليكي وركبتك عامله ايه دلوقتي؟ بتعرفه ان هي اتحسنت بسبب الاعشاب اللي جابها لها من الجبل، وبتنط قدامه زي الارنب عشان بس يصدقها. جيمي بيقول لها خلاص يا حاجه مصدقك والله، بالراحه لحسن يجيلك ديسك ولا حاجه. والحاجه كيتي بتشكره عشان بيحمي القريه، وبيكون هو المغامر الوحيد اللي واقف يساعدهم، ومعظم المغامرين التانيين بيرفضوا وبيستغلوا اهل القريه. وبعدها بتعرفوا ان هي جايبه له عروسه بدل ما هو قاعد يكلم نفسه في الاوضه طول اليوم. جيمي بيقول لها حد قالك حاجه ولا اشتكالك ولا ايه؟ وبعدها بيعدي على حارس السرداب العجوز، وبيكون في سابع نومه وسايب السرداب لوحده. وجيمي بيقول له اصحى يا جدي بقى احنا بين الظهر دلوقتي، وبيعرفوا انه داخل السرداب عشان يصطاد ويجمع لحوم. والعجوز بيقول له امضي هنا يا ابني، وبنعرف ان الحاج ده يبقى جوز الحاجه كيتي. وجيمي بيقول له ما تتاخرش النهارده عشان تيتا بتقلق عليك يا عم الشاي. واول ما بيوصل باب السرداب بيلاقيه مفتوح، وبيستغرب عشان هو اول واحد دخل النهارده وما كانش فيه حد تاني اسمه مكتوب في الورق، وبيتصدم اول ما بيلاقي سلايم جوه جثه بنت صغيره، وبيجري بسرعه عشان يخرجوا منها. والحمد لله بيلاقي البنت الصغيره لسه عايشه، والبنت بتعرف ان السلايم ده وحش مرعب جدا، بس جيمي بيقول لها ده اضعف وحش موجود هنا اصلا. والبنت بتكون فرحانه بعد ما انقذ حياتها، وبتعرف ان هي اسمها ريري ونفسها تبقى مغامره قويه، وبتعرف ان هو اسمه جيمي وبتفتكره مغامر مشهور. بس عمنا جيمي بيتعصب عليها عشان دخلت السرداب من غير اذن المشرف، وريري بتقول ان الراجل العجوز ده كان في سبع نومه، وبطلنا مستغرب ازاي البنت المفعوصه دي دخلت هنا لوحدها، وبيقول لها انت فين اهلك يا بنت انت؟ وجيمي بيعرف ان هي يتيمه وما عندهاش حد، ودخلت القريه وهي مستخبيه في عربيه الخضار. وجيمي بيبدا يحس بالذنب لان هي يتيمه زيه، وبيعرف ان دار الايتام في القريه مش هيرضى ياخدها، واهل القريه لو عرفوا ان هي غريبه هيطردوها على طول. والبنت فجاه بتلاقي سايبها وداخل لجوه، وبيعرفوا انه داخل يصطاد وحش من جوه وراجع، وبيطلب منها تفضل هنا وما تجيش وراه ابدا. والبنت بطنها بتطلع اصوات من كتر الجوع يا عيني، وبتقول ان السرداب خطير وما ينفعش ينزل لوحده، بس جيمي بيعرفها انه مش محتاج مساعدتها. واول ما بتشوف الخنزير العملاق بتفضل تصرخ، ومن كتر الخوف بتعملها على نفسها حرفيا، وجيمي بيطلب منها ما تتحركش من مكانها. واول ما الخنزير بيهجم عليه بيقضي عليه بضربه واحده، وبيخرج بالخنزير بره عشان يبدا يقطعه. وريري بتلاحظ ان هو لسه بيتنفس، وعمنا جيمي بيكون سايبه خرج كل الدم اللي في جسمه، وده عشان اللحمه تطلع حلوه وتستوي بسرعه. الله عليك يا عم جيمي شكلك جزار قديم وفاهم. وريري اول ما بتشوف الدم بيغمى عليها، وبعدها بطلنا بيروح عند اوليفيا مشرفه النقابه وبتشكره بعد ما نجح في مهمته الاخيره، وبتتفاجئ اول ما بتلاقي بنت صغيره في العربيه، وبتفتكر ان جيمي بيتاجر في العيال الصغيره، وبتقول له عيب عليك يا عم جيمي ده انت سمعتك سبقك حتى. بس اوليفيا بتعرف ان البنت دي يتيمه ومن خارج القريه، وللاسف ما بيكونش عندهم اكل يكفيها. وجيمي بيطلب من اوليفيا تفضل معاه لحد ما يرجع، وبعدها بيعدي على دار الايتام وبيقابل المديره، وبتعرف ان هو جيمي المغامر الطيب اللي بيساعد القريه. وجيمي بيبدا يكلمها عن ريري وظروفها الصعبه، وبيطلب منها تاخد ريري مقابل لحمه زياده كل شهر، وهي تقعد مع العيال دول بدل ما هي مرميه في الشوارع. المديره بتعرف ان الموضوع مش اكل وبس، دي هتحتاج سرير ولبس وعلاج وحاجات تانية كتير. وعمنا جيمي اول ما بيسمع الحاجات دي بيحس انه دايخ، وبيقول انا هجيب كل المصاريف دي منين يا ربي؟ والمديره بتعرف ان البنت اليتيمه دي من
من بره القريه، وبتعرفوا ان القوانين هنا هتمنعها من الدخول، وبتكون مقدره تموه بالبنت بس مفيش حل تاني. وعمنا جيمي بيرجع تاني وبيكون متضايق ومفيش اي حد مستعد يقدم المساعده لريري ابدا، وبيكون خايف تواجه نفس مصيره في الماضي. وفجاه بيلاقي اوليفيا جايه عليه وهي بتجري، وبتساله اذا كان شاف ريري معديه من هنا، وبيعرف ان ريري هربت منها. وده لما اوليفيا دخلت مبنى النقابه، واوليفيا خايفه لحسن تكون دخلت الغابه. وكمان وصلها تقرير ان في وحوش كبيره هناك، وجيمي بيفتكر ان هي قالت له قبل كده ان هي تهرب وتعيش لوحدها، وبيجري بسرعه على الغابه وبيدور عليها. والظلام بدا والوحوش الكبيره قربت تظهر، وحتى لو عرفت تستخبى منهم هتموت من الجوع. وبيتفاجئ اول ما بيلاقيها قدام ذئب ضخم، وريري بتكون ماسكه الخنجر في ايدها وبتقول له لو راجل هجم عليا. وجيمي مش فاهم الهبله دي بتعمل ايه. وريري بتتفاجئ اول ما بتلاقي جيمي ظهر قدامها، وبيكون صد ضربه الوحش وقتله بضربه واحده. وريري قاعده في الارض ومرعوبه من المنظر، وبيقول لها انت كنت بتفكري فيه وهو قدامك، يعني انت يا غبيه ما عرفتيش تغلبي السلايم، عايزه تقتلي ذئب مره واحده ازاي؟ وريري بتعيط عشان كانت جعانه جدا، وجيمي متعصب ومش عارف يتصرف ازاي، وبيقول لها كفايه عياط وتعالى اعلمك تعملي ايه. وبتفرح اول ما جيمي بيوافق انها تنضم لفريقه، وبترجع معاه لاهل القريه من تاني، وبيعملوا حفله شاوي على روح الذئب اللي قتلته. واوليفيا مش مصدقه انه هيدرب ريري بنفسه، ومش عارفه ازاي هيتعامل مع الطفله الرغايه دي. وجيمي بيلاقي البت بتاكل الفخده بتاعت الذئب لوحدها، وبيتخانق معاها عشان دي الحته بتاعته. وفي الاخر بترجع معاه البيت وبتنام جنبه، والصبح بيلاقيها بتصحيه من النوم، وبيتصدم اول ما بيلاقيها كبرت عن الاول، بس فجاه بترجع لحجمها الطبيعي من تاني. وهما الاتنين مش فاهمين اللي بيحصل لهم بالظبط. وناتالي الطباخه بتعرفهم ان البنت دي من سلاله نادره، وجيمي بيقول لها ان البنت كبرت فجاه وبقت حلوه زي ناتالي. بتتكسف جدا وبتطلع تجري، وجيمي بيلاقي ريري قاعده بتاكل زي المفاجيع، وبيعرفها ان الاكل ده هيبقى مكافاه بعد كل مهمه، فبتقول له ان هي هتاكل عشان هتتدرب كتير النهارده. وجيمي بيروح يحكي لاوليفيا على كل اللي حصل، واوليفيا بتعرفه ان هي ممكن تكون من سلاله نادره فعلا. وجيمي بيسالها لو فكرت في حاجه قبل جسمها ما يكبر. البت بتقول ان هي مش بتفكر في حاجه غير في اللحمه وبس، دي البت متوحشه دي يا جدعان. واوليفيا بتعرفهم ان ده ملوش علاقه بالموضوع، وهتدور اكتر في الكتب القديمه لحد ما تلاقي تفسير. وبتطلب من جيمي يجمع شويه اعشاب النهارده، وبيكون ده عمل مربح جدا بالنسبه له وبيساعد اهل القريه. بس عمنا جيمي ما بيكونش مهتم بالشغل النهارده، وعايز يدرب البت دي على القتال عشان تعرف تدافع عن نفسها لو حصل لها حاجه. واوليفيا بتقترح عليه يبدا بقتل وحوش السلايم، ودي برضه هيشتروها منه عشان بيستخدموها في الادويه. وريري بتقول انا اللي هخلص عليهم النهارده، وبيشوفوا وحش سلايم واقف قدامهم. وريري بتعرفه ان هو ده اللي حاول ياكلها امبارح. وعمنا جيمي بيقول لها روحي اقتليه وتعالي، بس هي بتعرفه ان هي لسه ما عندهاش خبره في القتال. جيمي بيقول لها خبره ايه يا بت؟ ده اضعف وحش موجود هنا، ده انا لو دوست عليه برجلي هيموت على طول. وريري بتحس ان جيمي شايفها ضعيفه، وبتهجم على الوحش وبتقول له ده انت ليلتك سودا النهارده، بس السلايم بيبلعها عادي بكل سهوله. بس عمنا جيمي بيخرجها تاني وشكلها بقى وحش قوي قدامه، وبتجرب تهجم اي مره تانيه بس مفيش فايده، والسلايم بيقدر يصد كل ضرباتها، وبيفضلوا يجروا ورا بعض هما الاثنين طول اليوم. وعمنا جيمي قاعد مستني الفرج، وبيلاحظ انها بنت عنيده ومش بتسمع الكلام، بس على الاقل بتحاول تقتله بنفسها، ومستغرب هي ازاي دايما بتضحك وسعيده بعد ما اهلها تخلوا عنها. وجيمي بيقول لها كفايه كده لحد النهارده، وبيخرجوا مع بعض عشان وقت الغدا جه، وبيلاقوا منظر القريه جميل جدا من فوق، وبيدي ريري نص رغيف العيش بتاعه. بس ريري بتعرفه انها مش محتاجه تاكل النهارده، وده عشان فشلت في مهمه قتل السلايم. وجيمي بيلاحظ انها بتتحدى نفسها وعايزه تطلع نتائج احسن عشان تستحق الاكل اللي بتاكله، وبيفتكر انها اكلت كتير قوي الصبح، وبيحس ان هي قلقانه لحسن يسيبها لوحدها من تاني، وبتقرر تمثل ان هي قويه عشان يفضل جنبها. وجيمي مش فاهم المفروض يتصرف ازاي، وبيقول ما انا كنت عايش لوحدي ومريح دماغي من البشريه دي، المفروض اعمل ايه دلوقتي مع البت دي؟ وبيقول لها كل يا بت بدل محشورها في زورك. وجيمي بيلاقي ان الموضوع مش مستاهل فعلا، وبيقول لها تصدقي عندك حق، مفيش اكل غير لما تنجحي في المهمه. وبيكون رافض ياكل هو كمان، وبيقول لها لو هزمت السلايم هنتغدى احنا الاثنين سوا. وريري هنا بتكون متحمسه جدا، وبتراقب السلايم من بعيد وبتفكر ازاي هتهجم عليه. وجيمي بيعرفها ان عينيها نقطه ضعفه الوحيده، وبيقرر يساعدها وبيرمي الصخره بايده عشان بس يشتته. وريري بتهجم عليه من ظهره وبتقتله اخيرا، وبيخرجوا هما الاثنين وبياكلوا مع بعض، وبتمسك ايد جيمي وبيكونوا هما الاثنين مبسوطين. بس اوليفيا بتكون لسه ما خلصتش بحث السؤالات النادره، وده عشان زعيم القريه عزمها على الغدا. وريري بتديها ازازه فيها وحش السلايم، واوليفيا بتلاحظ ان هما منسجمين جدا، وجيمي بيتعصب عليها وبيقول لها سيبي ايدي يا بت انتي. واوليفيا بتعرف ان البت دي من سلاله سكوبا، ودي سلاله بيتحولوا بالليل لنسخه كبيره منهم. وريري فعلا بتتحول بالليل وشكلها بيتغير، وبتبص على جيمي وهو نايم وبتكون معجبه بيه جدا، وشكلها كده بدات تقع في حبه. وهنخش على احداث مليانه اثاره وتشويق، فانزل اعمل لايك دلوقتي وكمل معانا الحكايه. وريري بتنام وراه وبتلاحظ ان ريحته جميله جدا. وتاني يوم بيروحوا عند اوليفيا، واوليفيا بتلاحظ ان شكله متغير النهارده. وجيمي بيقول لها انه شاف حلم غريب جدا، وحلم بذئب ضخم كان بيشم في جسمه. واوليفيا بتعرفه ان هي كملت بحث السلالات اللي طلبوا منها، وعرفت ان ريري من سلاله السكوبا. وريري بتقول لها انا سكوبا ازاي يعني؟ انتوا جايين تهزقون هنا ولا ايه؟ واوليفيا بتشرح لهم تقسيم السلالات الملكيه، وبيكونوا بشر
وحوش وعفاريت الف واقزام، وفي سلاله 5 ودي نادره جدا، ومنها المستذئبين والثقوبه وعروسه البحر والميدوسا. وريري بتعرف ان هي حاله نادره، وجيمي بيكون مش متاكد من الموضوع دوت، واوليفيا بتقترح عليه يروح يسال واحده زيها، وجيمي بيكون عارف واحده ثقوبه فعلا، بس مش فاكر اخر مره اتكلموا فيها امتى. وبعد كام يوم بيعدي عليها في المطعم وبيلاقي خنزير بيحاول يتحرش بيها، والبنت دي بيكون اسمها فرونيكا وشغاله في مالها ليلي وبتروق على الزباين، وبتتخانق مع الخنزير ده مش عشان بيتحرش بيها، لا ده عشان فلوسه قليله وعايز يقعد معاها. 100 مره قلنا ما بنقبلش شحاتين هنا، وبتقول له ان المبلغ ده اخره يشرب بيها معاه شاي، والخنزير بيحاول يتهجم عليها بالعافيه، بس فرونيكا بتكون قويه وبتديله على دماغه وبتخلي وشه ينزف دم وبقى شكله وحش قدام الرجاله كلها، وبتعرفوا ان في واحده تانيه بتشتغل زيها وممكن يروح لها بدل ما تكسر وشه، وبتعرفوا ان هي بتكره الوحوش ومستعده تخلص عليهم كلهم، وفي الاخر بترميه بره المكان، وبتلاحظ ان جيمي وصل فبترحب بيه ومستغربه انه جاي يزورها بعد الفتره الطويله دي، وبتعرف ان هي دي البنت اللي كلمها عنها قبل كده، وبتطلب من ريري تمد ايديها عشان تسلم عليها، وفيرونيكا اول ما بتلمسها بتتحول لشابه جميله جدا، وناتالي مش مصدقه اللي حصل قدامها، وبيكون حصل بينها وبين فيرونيكا قوه تناغم، وده بياكد لجيمي ان هي ثقوبه فعلا، واول ما بتسيب ايديها بترجع طفله صغيره من تاني، وريري بتكون فرحانه ومعجبه جدا بقوه فيرونيكا، وبتسالها اذا كان ممكن تبقى قويه زي في يوم من الايام. فيرونيكا بتنصحها تتدرب كل يوم عشان تزود قوتها، وهو ده الحل الوحيد اللي هيخليها قويه زيها. وريري بتفكرها لما ضربت الخنزير وطردته بره المكان، وبنعرف ان فيرونيكا شخصيه شريره ونرجسيه وبتحب تشوف منظر الرجاله وهم بيتعذبوا قدامها، يا رب ابعد عننا الاشكال اللي زي دي. وريري بتكون مصدومه من الكلام اللي قالته، وجيمي بيعرف ان هي لسه ساديه زي زمان وبيشكرها عشان طلب منها تيجي تقابله النهارده، وفيرونيكا بتعرفه ان هي انبسطت جدا وكان عندها فضول تتعرف على البنت الصغيره. جيمي بيكون رافض تمشي من غير ما تاخد فلوس، فيرونيكا بتتعصب عليه وبتقول له مفيش داعي، بس عمنا جيمي مصمم انه يدفع برضه، وبيصرحها بالحقيقه المره قدام الناس كلها، وبيقول لها انت شخصيه شريره وخبيثه ومش عايزك تشيليني جميل القعده دي عشان مش عارف هي هتطلب منه ايه في المستقبل. وفيرونيكا بتكون مصدومه من الكلام اللي قاله، وعمتنا ريري في عالم تاني ومركزه مع طبق البطاطس باللحمه. والله عندك حق يا بنتي، مفيش احلى من الاكل في القعده الغريبه دي. وجيمي بيقرر يدفع الحساب كله النهارده، وبيطلب من ناتالي تجيب لهم مشروبات اكتر، وبيتخانق مع ريري عشان خلصت الاكل كله، وبيقول لها سيبي حاجه ناكلها يا بنت انتي، هتفضحينا قدام الضيوف الله يخرب بيتك. وفيرونيكا بتتفرج عليهم وهم بيتخانقوا، وتاني يوم ريري بتكون نايمه على الارض وبتلاقي حد جاي يخبط عليهم الصبح بدري، وبتتفاجئ اول ما بتلاقي فيرونيكا قدامها، وجيمي بيصحى على صوتهم هما الاثنين، وفيرونيكا بتعرفه ان هي هتاخد ريري معاها او تشتغل معاهم في المطعم وتخلي بالها منها، وبتقول له كمان البت جميله جدا وهتعجب الزباين. عمنا جيمي بيتريق عليها من غير ما يقصد. فيرونيكا بتفكره ان ريري ثقوبه زيها، واي بنت ثقوبه بيكون عندها موهبه خاصه بيها، بس ريري بتكون خايفه ومش عايزه تروح معاها، وطبعا عمنا جيمي بيرفض طلبها على طول، وفيرونيكا حاسه ان هم منسجمين مع بعض، بس جيمي بيقول لها ان ده كلام فارغ، وفيرونيكا استفزته عشان يقول كده قدامها، وريري بتتضايق فعلا عشان هي معجبه بيه، وفيرونيكا بتقول له ازاي يا جدع ده انتوا لاقيين على بعض جدا، وبتعرفه انه لو سابها دلوقتي هيرجع حر من تاني وهيقدر يقتل الوحوش لوحده، بس اكيد هيزعل عشان البت هتوحشه جدا. جيمي بيتعصب عليها وبيعرف ان ده مش هيحصل ابدا، وكمان عدم وجود ريري هيخلي شغله اسهل. البت يا عيني بتتصدم من كلامه وبترجع طفله مره تانيه، وكده خطه فيرونيكا تمت بنجاح وخلت البت تكرهه فعلا، وبتقول له معلش بقى يا عم جيمي انت عارف ان شخصيتي خبيثه فعلا وكان لازم اوقع ما بينكم عشان اخدها تشتغل معايا. وعمنا جيمي بيكون مصدوم من اللي عمله وبيستوعب تقريبا كل اللي قاله من شويه، وبيروحوا هما الثلاثه السرداب مع بعض، وجيمي بيعرفهم ان هم هيجمعوا معادن النهارده، وبيطلب منهم يتحركوا بسرعه عشان السرداب ده هيتجدد بكره، وبيقول لريري اوعي توي زي المره اللي فاتت، بس ريري بتكون زعلانه ومتضايقه منه ومش بترد عليه. جيمي بيقول لها مالك يا بت انتي في حد داسلك على طرف ولا ايه؟ وريري بتقول له ان هي ملهاش لازمه. فيرونيكا بتقول لها ما تسمعش كلام الواد ده، وبتعرفها ان هي قويه وهتقدر تنجح في المهمه بتاعتها. ومساعد فيرونيكا بيقول ان ريري بتغير عليه، وبيعرفوا ان فيرونيكا خلت شكله وحش قدامها، وبعدها بيخش كلهم السرداب وجيمي ماشي لوحده، وبيكون حزين جدا عشان فيرونيكا هتاخد منه ريري، ومستغرب ازاي ما دافعش عنها ووافق على الموضوع. وبعدين بينط من فوق حجر معمول فخ في السرداب، وبيحذر ريري بصوت عالي قبل ما تدوس عليه، بس هي للاسف بتكون دست عليه وبيطلع فخ انتقال. وعمنا جيمي بيجري بسرعه عشان يلحقها، بس فيرونيكا بتمسك ايدها وبتقول لها فات الاوان خلاص، وبيكون هما الاثنين اختفوا ونزلوا بدور عميق في السرداب. وجيمي بيدوس على الحجر مره ثانيه عشان يفعل الفخ، بس المساعد بيقول له ما خلاص يا عمنا كفايه كده، الحجر ده بيشتغل مره واحده مش اكتر. وجيمي بيكون خايف ومرعوب من الوحوش اللي جوه السرداب، وبنعرف ان السرداب ده مكون من 10 طوابق تحت الارض، والوحوش اللي تحت
تحت لسه محدش قتلها، ولو نزلوا لتحت قوي هيقابلوا وحوش اقوى من فرونيكا بكتير. والمساعد بيقول له طب يلا ننزل بسرعه قبل ما يموتوا هما الاثنين. وجيمي مش مصدق ان المساعد بتاعها هينضم ليه في المهمه، وبيعرف ان وجود ريري في الفريق كان غلطه من الاول. وعمنا جيمي بيقول له يلا نتحرك بسرعه، وده قبل ما اتجنن عليك وافقد اعصابي. وبيتفاجئ اول ما بيعرف ان اسمه بينج. وعلى الناحيه الثانيه ريري بتتحرك وهي ماسكه الخنجر، وبتطلب من فرونيكا تفضل وراها، وبتقرر ان هي اللي هتحميها عشان هي السبب في اللي حصل لهم. وطبعا بتكون خايفه ومرعوبه عشان اول مره تيجي المكان ده. وعمتنا فرونيكا بتقرر تختبرها، واول ما بتشاور على حاجه وراهم البت بتترعب جدا. وريري بتعرف في الاخر ان مفيش حاجه اصلا، وبتقول لفرونيكا شكلك مش متعوده على المكان زيي. وفرونيكا بتفضل تعمل فيها مقالب وتضحك اكتر، بس لازم تبطل الحركه ديت لحسن يجيلها سكته قلبيه. ده غير ان الوحوش لو ظهرت ممكن يقتلوهم بجد. وريري بتعرفها ان هي مغامره قويه جدا ومش بتخاف ابدا، وبتقول ان الخوف بيشيل الجسم والعقل. وفرونيكا بتعرف ان جيمي علمها كويس فعلا، والبت بدات تفكر زي المغامرين الاقوياء. بس فجاه بيظهر قدامهم وحش شبه السحليه، وريري حرفيا بتتجمد في مكانها من كتر الرعب. بس فرونيكا بتديله ضربه قويه وبتطيره لبعيد، وطبعا بتكون فخوره بقوتها وجمالها. وبتعرف البت ان الجمال من غير قوه ملوش لازمه تبقى قويه وحلوه كده، وبتتريق عليها عشان اتجمدت في مكانها. بس ريري بتنكر ان ده حصل فعلا. امال مين اللي كانت واقفه في مكانها متسمره من دقيقه؟ وبتتعصب اكتر وبتجري عشان تقتل وحوشها هي كمان. وفرونيكا بتلاحظ ان هي استفزتها اكتر من اللازم، وفجاه بتلاقي ريري جايه بتجري عليها بسرعه، وبيظهر وحش سيكلوبي عملاق بعين واحده. وفرونيكا بتهرب معايا كمان، وبتطلب منها تبطل تعمل دوشه قبل ما تصحي الوحوش كلها. ما تبطلي عياط يا بت بقى، انت نسيت انك مغامره قويه ولا ايه؟ وريري فعلا بتمسح دموعها وبتفكر ازاي يهربوا من المكان، وبتاخد بعدها اتجاه المخرج الشمالي. فرونيكا بتقول لها انت عرفت ازاي ان هو ده المخرج؟ ريري بتعرفها ان هي ماشيه ورا احساسها. وفرونيكا بتعرف ان هم راحوا في داهيه خلاص، وبيلاقوا نفسهم في كهف كبير في صندوق مفتوح، وبيعرفوا ان هم وصلوا لمكان مسدود. وريري بتقعد في الارض من كتر الصدمه يا عيني، وبتعرف ان هي مغامره فاشله ودخلتهم مكان غلط. ده حتى صندوق الكنز اللي في المكان طلع فاضي. والبت بتحاول تشجع نفسها عشان تكمل المهمه، وبتقول ان المغامرين الاقوياء مش بيعيطوا ابدا. وبتطلب من فرونيكا تستخبى في صندوق الكنز، وهي هتجذب العدو ناحيتها وهتحاول تشتته لحد ما هي تهرب. وفرونيكا مش فاهمه هي هتعمل ايه بالظبط، وبتلاحظ ان البت خايفه وركبها بتخبط في بعض، وبتديها على دماغها عشان تفوق من الهبل ده. وبتعرفها ان هم لازم يستخبوا مع بعض، وبتقول لها ان المغامر الحقيقي مش بيضحي بحياته بسهوله. واول ما بيخش الصندوق الخنجر بتاع ريري بيقع في الارض، وفرونيكا بتخليها تسيبه عشان الوحش داخل عليهم. وبتعرفها ان الوحش ده شكله غبي جدا، وكده فرصه ان هم يخرجوا عايشين اكيد هتكون كبيره. وفرونيكا بتلاحظ ان ريري حزينه جدا، وبتسالها عن السبب اللي خلاها عايزه تبقى مغامره قويه. والوحش بيلاقي الخنجر بتاع ريري واقع على الارض، وبيفتكروا خله سنان تقريبا. وفرونيكا بتحاول تشيل من دماغها موضوع المغامره ده، وبتعرفها ان هي جميله وموهوبه زيها، ولو اشتغلت معاها في المطعم هتكسب فلوس كتيره جدا. وريري بتفتكر جيمي وهو بيزعق لها، وقال ان لو بعد عنها حياتها تبقى اسهل، وبتفتكر ان هي واقفه في طريق نجاحه. ده غير انها ما عندهاش موهبه المغامرين. وجيمي اخيرا بيوصل عند الكهف، وبيلاقي طفل وحش السايكلو، يعني العملاق اللي هربوا منه طلع طفل في الاخر. امال ابوه حجمه عامل ازاي يا جدعان؟ والوحش بيهجم على جيمي وبيكون قوي جدا، وجيمي بيقول له انا مش فاضلك دلوقتي يا عم انت، وبينزل بالفاس على دماغه وبيخلص عليه. ومش عارف هما الاثنين موجودين فين دلوقتي، بس بيتفاجئ اول ما بيشوف خنجر ريري واقع على الارض، وبيفتكر انها دخلت معركه مع الوحش ده وكلها وخلص عليها، ومش مصدق انه ما قدرش ينقذ ريري من الوحش في الاخر. والاول مره بيحس انه فقد حد عزيز عليه. بس فجاه بيسمع صوت جاي من الصندوق، وفرونيكا بتقول له انت اتاخرت علينا يا جدع انت. وجيمي مش بيكون مصدق ان هم لسه عايشين. والبت ريري بتعيط من كتر الفرحه، بس بتكتم دموعها في اخر لحظه، وبتقول ان هي مغامره قويه وما ينفعش تعيط. وجيمي بيتحمس جدا وبيقول لها يلا بينا نجمع المعادن. وفرونيكا بتلاحظ ان هم الاثنين متعلقين ببعض فعلا، وبتتفرج عليهم وهم بيخرجوا المعادن من الجدار، وبتاخد بالها ان المساعد بتاعها مش موجود، والواد بيكون واقف في حفره التعابين، وشكلهم كده هيتعشوا بيه النهارده. وفي الاخر بيرجعوا المطعم بالليل وبيحتفلوا مع بعض، والبت ريري بتكون لسه حزينه، وجيمي بيستغرب ان هي لسه ما كلتش لحد دلوقتي. وفرونيكا مركزه ومستنيه اللحظه دي من بدري. وريري بتقول له ان هي ما عندهاش اي موهبه كمغامره، بس جيمي بيقول لها ان هي مغامره قويه فعلا ومحتاجه شويه تدريب ومستوى يعلى اكتر بكتير. البت بتفرح جدا بكلامه وبتفضل تتخانق معاه عشان قال ان هي غبيه. وفرونيكا بتلاحظ ان هي متعلقه بجيمي جدا، وشكلها كده مش هتروح معاها المطعم. وفرونيكا بتعرف جيمي انه نجح في مهمته، وعمنا جيمي غبي ومش فاهم هو نجح في ايه بالظبط، وهي كانت فاكره انه ممكن يستغل ريري، وساعتها كانت هتلعنه وتخليه شبه القرد حتى.
وتاني يوم بياخد ريري وبيطلع على السوق، والبت بتكون مبهوره بالمكان واول مره تشوف الزحمه ديت، وبتقول له هي الناس كلها واخده اجازه النهارده ولا ايه؟ جيمي بيعرفها ان ده سوق السرداب وبيتعمل كل كام شهر وقت التجديد، والمغامرين بيجوا هنا عشان يدوروا على صناديق جديده، والتجار بيبيعوا ادوات جديده للمغامرين. وجيمي بيلاحظ ان ريري اختفت من جنبه، وبتكون سابته قاعده قدام واحد بيشوي كباب، وبيكون فاضل تكه صغيره وتاكل صاحب الشوايه ذات نفسه. وجيمي بيقول لك كفايه اكل يا بنتي وتعالي نشتري شويه هدوم، وريري بتقول له انت السبب في كل اللي حصل. وبنعرف ان جيمي حرق هدومها من غير ما يقصد، وساعتها كان بيجرب كره النار اللي اشتراها قبل كده، وجيمي شغل دماغه واستخدمها عشان ينشف الهدوم، وبيعرفها انه مش بيعرف يتعامل مع الاحجار السحريه. وريري بتروح لراجل غريب قاعد في السوق، وبتشوف بيضه منقطه اصفر وشكلها ملفت جدا، وبتقول ان في كائن قوي قاعد جوه البيضه. والراجل بيقول لها عندك حق يا نسا، وواضح كده انك مغامره قديمه. وجيمي مش فاهم ايه نوع البيضه دي بالظبط، والراجل بيعرف انه لقاها وهو راجع من رحلته، وكان متوقع ان هي بيضه بتجلب الحظ. وجيمي بيبدا يحس ان هو راجل نصاب، وبيقول لها يلا بينا يا ريري سيبك من الهبل ده. بس ريري بتعرفه ان البيضه دي اكتشاف رهيب ولازم يشتروها، وبتطلب منه يثق فيها المره دي. وجيمي بيلاقيها بتتحايل عليه ومش عارف يتصرف ازاي، وفي الاخر بيدفع الفلوس للنصاب وبياخدوا البيضه، وبيقول لهم يا رب طعمها يعجبكم. وريري بتكون فرحانه جدا وهي شايله البيضه، وبتشكر جيمي عشان دفع لها ثمنها، وبيسالها احنا هناكل البيضه دي امتى. البنت بتتعصب عليه وبتعرفوا ان هي مش للاكل، وفجاه بيلاقوا بنت وقعت قدامهم، وبتكون اسمها انيا وعملت مصيبه وهربت. وريري بتروح المطعم بعد ما اشترت فستان جديد، وفرونيكا بتعرفها انه لاقي عليها جدا، ومش مصدقه ان جيمي المعفن ده طلع بيفهم في الهدوم، وهو بيكون جاهل فعلا. وناتالي هي اللي اختارت الفستان، وجيمي اتفق مع ريري ان هم يروحوا سرداب جديد. وريري بتتصدم اول ما بتشوف الفطار قدامه، وبتفتكر انه سرق البيضه بتاعتها وعملها اومليت ولا حاجه، وبتقول له انا غلطان اني امنتك على البيضه بتاعتي. جيمي بيجيب لها البيضه بتاعتها من جنبه، وبتعرف ان اللي قدامها دي مجرد بيضه عاديه، وبتطلب منه بعدها يتحركوا بسرعه، وده عشان يلموا كنوز السرداب الجديد. بس جيمي بيعرفها انها مش هينفع تروح باللبس ده، وريري بتروح تغير هدومها بسرعه. وبنعرف ان كوبا بتدي الكنوز للسكان المحليين كاولويه، وحتى لو ريري بقت مغامره هتاخد حصه اقل من الكنوز. بس المشكله ان هي لسه بتعاني قدام وحوش السلايم، وشكلهم كده مش هياخدوا حاجه من السرداب الجديد، والكل فعلا بيكون متجمع عند السرداب. واول ما بيدخلوا جوه السلايم بيجروا وراها، جيمي بيلاقي انيا ظهرت قدامه مره تانية، وبيفتكر ان هي القزمه اللي شافها في السوق قبل كده. بس عمنا جيمي بيفوق في اخر لحظه، وبيقول ازاي البنت دي دخلت السرداب لوحدها، وبتكون هي كمان تايهه والسلايم بياكلها زي ريري. وجيمي بيقول انا شفت المشهد ده فين قبل كده، وبيلاقي ريري هي كمان اتاكلت من السلايم. وجيمي بيوصل انيا لبيتها بعد ما بيخلص المهمه، وجدتها بتديها علقه محترمه قدامهم، وبتعتذر لجيمي على المشاكل اللي عملتها في السرداب. وعمنا جيمي بيعرفها بنفسه، وبيقول لها ان هو مغامر محلي من القريه، والجده بتعرف ان هو المغامر الحنون اللي اتبنى طفله صغيره، وبتشكره عشان انقذ حفيدتها وجابها لحد هنا. وجيمي بيكون متعصب عشان كل شويه بتقول له يا حنين، وبيقول ان المغامرين الاقوياء اللي زيي ما ينفعش يتقال لهم كده. بس ريري بتعرفه ان هو شخص لطيف فعلا، وبتطلب من انيا ما تروحش السرداب تاني. بس البت بتكون شايه جدا وبتطلع لسانها، وبنعرف ان ابوها وامها ماتوا وجدتها هي اللي ربتها. وجيمي بيتفاجئ لما بيعرف ان هي كمان يتيمه. وريري بتعرف ان ابوها وامها كانوا مغامرين زمان، وفي وحش عملاق كلهم هما الاثنين، وعشان كده الجده بتخاف عليها لما بتخش السرداب، ومفيش واحد تثق فيه عشان ياخدها معاه. وبعدين بتبص لجيمي وبيعرف ان هو المقصود، وبتكون مستعده تدفع له فلوس عشان ياخد باله من انيا. بس عمنا جيمي بيكون رافض الموضوع تماما. وريري اول ما بتخرج بتلاقي انيا قاعده لوحدها، ولما بتقرب منها بتتخض من صوت الضرب على الحديد، وبتلاقي انيا بتتفرج على الحدادين هم بيصنعوا الاسلحه، وبيتخانقوا هما الاثنين هم بيضربوا على الحديد. وانيا بتكون مستمتعه جدا بالمنظر، وريري مش فاهمه النار دي طالعه منين. وانيا بتقول لها دي ارواح النار، وبتكون عباره عن اطياف صغيره بتخرج من الحديد المنصهر، وان هم مش بيعترفوا بالحدادين الاقزام غير لما يعرفوا يخرجوا الارواح دي، وان حلمها تبقى قويه زيهم وتشتغل في ورشه اسلحه. وريري اول مره تشوف واحده حلمها غريب كده، وانيا خايفه جدتها تموت قبل ما تحقق حلمها عشان هي الوحيده اللي مهتمه بيها دلوقتي، ولازم تشتغل على حلمها من وهي صغيره، وللاسف ما عندهاش اي وقت تاني تضيعه. وكمان عايزه تثبت لجدتها انها شخص يعتمد عليه، وده هيخليها تثق فيها ومش هتقلق عليها مره تانيه. وريري بتفتكر لما كانت مع جيمي في الغابه وطلب منها ما تعيطش تاني لو انضمت للفريق بتاعه، وبتعرف ان هي وانيا شبه بعض جدا، وتقريبا كده ظروفهم واحده، وهتطلب من جيمي يساعد انيا عشان تحقق حلمها. وانيا بتتفاجئ من كلامها وبتكون فرحانه جدا، ومن ساعتها بقوا هما الاثنين صحاب مقربين. وجيمي بيلاقيهم جايين مع بعض ناحيته، وريري بتطلب منه يخلي انيا تخش معاهم السرداب. جيمي بيوافق انها تيجي معاهم من وقت للتاني، بس بيكون عنده شرط واحد، ان هي ما تخشش السرداب لوحدها. وجيمي بيكون مش مصدق ان في اتنين منهم دلوقتي، وبيروح معاهم السرداب مره تانيه. وانيا بتعمل الحركه اللي اتعلموها من جيمي، وبعد ما بترمي الحجر بتروح تقتل الوحش من ظهره، وريري بتجري عليها وبيحتفلوا هما الاثنين مع بعض. وجيمي مبسوطه عشان ريري عندها صديقه في نفس عمرها، وكده هما الاثنين هيفضلوا مع بعض ويرتاح من صداعها شويه. واريا بتعرف ان جيمي هو اللي علم ريري القتال، وبتحس ان هي ممكن تثق
بتثق فيه فعلا. وريري بتقول لها تعالي انت الوحش تاني. وفجاه بيظهر 2 مغامرين من الارانب وبيجروا وراهم 3 من الخنازير الضخمه. وجيمي بيلاقي الوحوش جايه عليهم وبيطلب من انيا وريري يلزقوا في الحيطه بسرعه. بس اول ما بيجروا هما الاثنين انيا بتقع على الارض والوحوش بتقرب منها وخلاص هتدوس عليها. بس عمنا جيمي بيتحرك بسرعه وبينقذها في اخر لحظه. وانيا بتعجب بجيمي بعد ما انقذ حياتها. وريري بتبدا انها تغير منها وبتخرج منها قوه غريبه بتخليهم حاسين بالبرد. وريريس بتروح لانيا مره تانيه وبتحذرها بطريقه غير مباشره عشان تبعد عن جيمي. وبيظهر وحش سايكلوب عملاق بيجري ورا جيمي وانيا والاثنين مرعوبين منه وبيطلبوا النجده. وبتظهر ريري فوق الصخره الكبيره وبتطلب من الوحش يبعد عنهم وبتستخدم قوتها السحريه وبتقتل الوحش بكره النار. وطبعا بيشكروا ريري بعد ما انقذت حياتهم. وانا بصراحه ما صدقتش اللي بيحصل ده. وبيطلع كل ده حلم في الاخر وهي بتصحى من النوم. وريري بتفرح عشان انقذتهم في الحلم. وعمنا جيمي بيروح يشرب قهوته قبل الصداع بتاع كل يوم. بس فجاه بيلاقي ريري جايه تجري عليه وبتعرفوا ان هي بتقدر تستخدم السحر وان هي كمان انقذته هو وانيا من الوحش العملاق. جيمي بيعرف انها رجعت تحلم من تاني وبيقول لها ما تستغطي يا بت وانت نايمه. وريري مصدقه لحد دلوقتي انها بتعرف تستخدم السحر. بس عمنا جيمي بيعرفها ان كل ده مش حقيقي وبيطلب منها تنزل من فوق دماغه شويه. وبيعرفها ان السحر مش التخصص بتاعه. وناتالي بتتدخل في كل حاجه كالعاده وبتقول ان ريري لازم تعرف انواع السحر عشان تبدا تستخدمه. واول حاجه لازم تعرفها هي فنون الارواح. وعمنا جيمي بيقرر يساعدها في المهمه ديت وبيفتكر ان موهبتها ممكن تظهر في استخدام السحر. وريري بتسال عن نوع الروح الخاصه بيها. جيمي ما بيكونش عارف يقول لها ايه وبيفكرها لما حرق هدومها من كام يوم وبيكون استخدم كوره فيها روح النار. وريري بتعرفه ان شافت الارواح دي في ورشه الاسلحه. وجيمي بيعرفها ان في 4 ارواح مختلفه واللي هم النار والميه والريح والارض. ومعظم الارواح دي مش متشافه بس موجوده حواليهم في كل حته. وريري بتكون متحمسه جدا وعايزه تشوف حاجه بتنفجر قدامها. وعمنا جيمي بيروح لمدير الدار الايتام وبيعرف ان هي ممكن تساعد ريري في تعلم فنون الارواح. وريري بتعرف من الست ان دي الكنيسه اللي بيتعلموا فيها فنون السحر. والمديره بتقول انها ممكن تحكي لها عن قصه الشمس. وجيمي بيشاور لها عشان ترفض. وريري بتقول ان هي مش مهتمه بالقصه دي وبتقول ان القصه دي مهمه لكل مغامر جديد في النقابه. وعمنا جيمي بيكره يسمع القصه دي عشان بتجيب له صداع حرفيا. واول ما بيوصلوا بيظهر 4 مسلات لونهم ابيض. والمديره بتخرج مفتاح شكله غريب جدا وبتشاور على علامه الملح والذهب والبومه ونقطه النار. وبيكون هم دول المفاتيح للدخول لعالم الارواح. وفجاه بتظهر بوابه عليها ال4 علامات دول وبتفتح على عالم تاني مختلف عن القريه اللي هم فيها. وجيمي بيعرفها ان دي غابه الانتقام. ريري بتقول له انت هتسيبني اخش لوحدي ولا ايه؟ وبيقول لها ان لو حصل لها حاجه هيجي ينقذها على طول. وطبعا ريري بتتحمس على طول. والمديره بتعرفه ان في فاتوره 5 عملات فضيه. وريري اول ما بتدخل بتلاقي حيوانات شكلها غريب جدا. وفي الاخر بتخبط في حيوان ضخم بيكون سدد الطريق. وبتلاقي جسمه زي الدب ووشه شبه القطط وعنده ديل اخطبوط وحاجه كده ما يعلم بها ربنا بصراحه. والبت ريري بتكون مرعوبه منه. والوحش بيبتسم بشكل مريب وبيبص ناحيتها وبيفضل يبص لها اكتر لحد ما بتطلع تجري من كتر الرعب. والبت بتلاقي نفسها تاهت في المكان ومش فاهمه ايه الحيوان ده ونظرته مخيفه كده ليه. بس بتكون مطمنه عشان جيمي هيجي ينقذها وقت الخطر. وبتاخد حبوب الشجاعه وبتقرر تستكشف المكان. وفجاه بتلاقي كهف ضيق جوه شجره كبيره وبتمشي فيه وبتزحف على الارض. وبتلاقي نفسها قدام البحر والمنظر جميل جدا. بس فجاه بيظهر قدامها سلحفاه ضخمه جدا. وريري فضل لها شويه وتعملها على روحها حرفيا. وبتفتكر ان السلحفاه دي عايزه تاكلها. وبتتحدى السلحفاه وبتطلع السلاح عشان تقتله. وبتكون مستنيه الوحش يهجم عليها الاول. وبتقول له انا بحذرك لاخر مره وممكن اعمل من وشك ده فتة سلاحف. واول ما بتجري عليه بتقع على وشها من تاني. ولما بتقوم تاني بترمي عليه رمله من بعيد. والوحش مش فاهم البت العبيطه دي بتعمل ايه. والوحش بيقرب منها وبيزعق في وشها وبتنزل منه نقطه على ايدها. وبتلاحظ ان في علامه خاصه بيه ظهرت على جسمها. وبتلاقي باب عليه علامه الشمس ظهر قدامها. وبتكون فعلا نجحت في الاختبار ورجعت تاني. وجيمي مستغرب انها خرجت بسرعه وبيسالها اذا كان لقت حاجه جديده جوه. ريري بتعرفه انها شافت سلحفاه عملاقه عندها شنب. والمديره بتعرف ان ده وحش الالفي وده معناه ان ارواح الميه معجبين بيها. وجيمي بيكون مصدوم عشان فشل في الاختبار ده قبل كده وعمره ما قابل روح حقيقيه فعلا. وريري بتعرف ان الرسمه اللي على ايديها علامه من الوحش وبيكون شعار ميزان الخاص بارواح الميه. والمديره بتقول ان دي علامه مميزه فعلا ومعنى كده ان ارواح الميه تديها جزء من قوتهم. وبتكون محظوظه جدا عشان تتواصل معاهم عن طريق العلامه دي. وريري مش مصدقه انها موهوبه في حاجه اخيرا وبتطلب من جيمي يجربوا القوه دي في السرداب. وبتجري بسرعه عشان تكلم انيا وبتقول له يلا يا عم انت مفيش وقت. وبيروح السرداب وريري بتقف في وش السلايم والمره دي مش خايفه منه زي الاول. وبتقول جه الوقت اللي ريري هتظهر فيه قوتها. وفعلا بتهجم بكل قوتها على السلايم وحرفيا بيخرج منها شويه ميه صغيرين بيعملوا قوس قزح. وكل الزيق والحركات دي على الفاضي في الاخر. حتى الوحش ذات نفسه مستغرب من اللي حصل وفي الاخر بيبلعها تاني زي كل مره. وشكلنا كده مش هنخلص من القصه دي. ولحد هنا بيخلص الجزء ده من الانمي بتاعنا. انا بصراحه حاسه انمي مختلف عن باقي اللي في السيزون. فلو عجبك الانمي انزل اعمل لايك دلوقتي ونوصل الفيديو 5000 لايك واشترك في القناه عشان فاضل لنا تكه على 150000 اساطير. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله وسلام.